انا النهارده حبيت اعمل معاكم الايس كريم واديكم الطريقه السليمه والصحيحه اللي تقدري تعملي بيها الايس كريم ويبقى معاكي كريمي وغني وطعمه خطير. وكمان هنعمل 3 نكهات مختلفه من اساس واحد. طعمه هيبقى خطير جدا وكمان قوامه فظيع. هتحبيه جدا وهيبقى اجمل من اللي نشتريه من بره بمراحل. والطريقه بسيطه قوي. عندي كوبايه وربع من الكريم شانتيه، هضيف عليه كوبايه من الميه المثلجه واخفقهم مع بعض كويس قوي لغايه ما يتضاعف حجمهم ويزيد معايا الكريم شانتيه ويبقى كريمي زي ما احنا عارفينه ومتعرفين عليه. هنا مش هضيف اي سكر لان انا هضيف مكون خطير، مكون رئيسي في الايس كريم هيخلي طعمه مسكر ونكهته خطيره، وهو الحليب المكثف المحلى. واحنا عملناه مع بعض الفيديو اللي فات. فهضيف كوبايه كبيره منه على الكريم شانتيه وهبدا اخفقهم كويس قوي مع بعض. وهنا ده الاساس بتاعي للايس كريم. وهنا بعد كده بعد ما اخفقهم كويس هقسمهم على 3 بولات. اول بوله او اول نكهه بمعنى اصح لان هضيف هنا النكهه. انا هجيب كيس من بسكوت الاوريو وهكسره تكسيرات كده خفيفه، يعني كبيره على صغير علشان القرمشه والطعم يبان. وهضيف البسكوت على الايس كريم او اساس الايس كريم. وهنا النكهه دي خطيره بجد، بتدي طعم خطير. الاوريو بيضيف للايس كريم طعم كده وقرمشه ونكهه مفيش بعد كده. جربيها فعلا اجمل قوي قوي من اللي هنشتريه من بره. هقلبه مع بعض كده عشان ما يتركزش في مكان واحد وكله يبقى متساوي. وفي علبه واحط على وش العلبه كمان شويه من بسكوت الاوريو وهدخلها الفريزر. هاجي بعد كده للجزء التاني او البوله التانيه. عندي البوله التانيه هضيف عليها المانجا، انا هعمل بطعم المانجا. جبت مانجايه قطعتها وحطيتها في الخلاط من غير ولا نقطه ميه وضربتها في الخلاط فادتني بيوريه المانجا او المانجا مركزه وتقيله زي ما انتم شايفين كده. هنزلها على الايس كريم وهبدا ان انا اقلبها كويس قوي قوي لغايه ما اللون يظهر معايا وتندمج المانجا. لو حابين تضيفوا يعني لون صناعي براحتكم، ده يعني حاجه خاصه بيكم، ولكن انا بحب دايما كل حاجه تبقى طبيعيه. انا بقى هضيف هنا ايه، قطع من المانجا رفيعه كده قطعتها وهضيفها على الايس كريم عشان لما تاكلي الايس كريم يطلع لك حتت مانجا بتبقى خطيره. طعم الايس كريم وقطع كمان يعني من المانجا، يعني حاجه تانية كده، حته تانية خالص. هضيفها في بوله او في علبه وعلى الفريزر على طول. هنا خلاص النكهه التانية كملت عندي وبقت تمام. هحطها في الفريزر واشوف النكهه التالتة. هنا عندي اخر نكهه وهي صوص الكراميل. انا هنا ممكن اسيبه كده واحط له شويه فانيليا واقلبه ويبقى ايس كريم بالفانيليا ويبقى جميل قوي، ولكن انا عندي كراميل والكراميل مع الايس كريم بيبقى طعمه حلو قوي. ولو عاوزين الوصفه انا عملته قبل كده وهنزل لكم الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف. هنزله برضو في علبه وعلى الفريزر. طعمها خطير، قد ايه جميله وسهله واقتصاديه جدا جدا، وطعمها غني واحلى كمان من اللي نشتريه من بره بمراحل. وغير كده وكمان انت عاملاه في البيت بايديكي وعارفه مكوناته كويس قوي. لو عجبك الفيديو وحسيت ان انت استفدتي منه النهارده وكان بالفعل يعني مفرح ومبهج ليكي، يا ريت تعملي لايك وشير وتدعي لي دعوه بظهر الغيب.